السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حبيت أوضح 3 شغلات. أنتم متعودين علي، أني ما أحب أسوي فيديو وأجي أرد على فد إشاعة أو على فد خبر أو على فد شيء ما يهمني. بس اليوم شوية موضوع كبر عن حده، فحبيت أوضح لكم 3 نقاط. النقطة الأولى هو نقطة الشعر. أنتم متعودين أو دائما تشوفوني إنه أنا أسجل شعر وأنزله، يعني بطريقتي الخاصة أنزلها وأختار بعض المواضيع وأنزلها. سبق وأن سجلت يعجبني الجرح لو لاقى شمات، وسبق وأن قلت إذا عندك شمات أسحقهم برجليك. واليوم نزلت شعر اللي هو اللي ياكل من خبزنا وضاق الملوحة يحاول يحترمنا ويحترم روحه. أنا ما أقصد بأي أحد، وإذا أقصد أحد فأخلي هاشتاج له أو أقول اسمه أو أواجهه وجه لوجه وأقوله. ما أخاف من أحد، لا حد يسوي بلبلة، لا حد يكبر الموضوع. فهذا موضوع الشعر أني يعجبني أقوله بهذه الطريقة، ما أقصد أي إنسان. النقطة الثانية هي حلقة أحمد البشير شو اللي هي ترند اليوم. أحمد انطى وجهة نظره وانطى رأيه وبدون أي تجريح، ما أساء لأي أحد، بالعكس أحمد أخونا وحبيبنا وصديقنا وهذا واجبه، وإحنا نعرفه ايش قد يحب بلده وايش قد وطنيته عالية. هو اللي روج للأغنية، إحنا أبدا ما روجنا للأغنية ولا نزلناها لحساباتنا، هو سبب هذه الترند. أما الموضوع الثالث هو موضوع الأغنية. أنا مهنتي مغني، أنا أغني للمنتخب وأغني للعراق وأغني للمسلسل، وهذه الأغنية هي من ضمن جدول إعلانات سنوية. أنا موقع مع شركة وهذه من ضمن الإعلانات. أنا ما جبرت أحد أقول له روح صوت لفلان، ولا جبرت أحد أقول له تعال اسمع. أنتوا حرين والكل حر، لا حد يألف ولا حد يأول ولا حد يسوي مشاكل. خلونا حبايب وخلونا واحد يحب الثاني. نرجو المعذرة منكم، وسلامي للكل وسلامي لأحمد البشير، ويا ربي يجمعنا بالخير والمحبة وتصبحون على ألف خير. تحياتي لكم.